أما بالنسبة للامتحان الوطني، هذه البدعة الفظيعة في سوريا. تصوروا بعد أن يتخرج الطالب من الجامعة يتعرض إلى امتحان وطني. هذه المهزلة غير موجودة في بلد في العالم. طالب خريج سوريا، خريج الوطن، نفس الوطن، يقوم بإجراء امتحان وطني، علما أن القانون واللائحة التنفيذية واضحة. المادة 96 و 97 من هذه اللائحة تقول يدخل الطالب على خطة درسية، ينجح بالمقررات وينال شهادة موقعة من العميد ورئيس الجامعة. جاءت بدعة الامتحان الوطني إلى سوريا وبدأت عزبات الطلاب. ليس لدينا مفردات موحدة في الجامعات على مستوى سوريا، ليس لدينا لوائح موحدة على مستوى سوريا، عدد ساعات التدريس في بعض المقررات مختلف بين جامعة وجامعة. العديد من المشاكل في التعليم العالي هي عبر مقام السيد الرئيس المجلس، هي بين يدي السيد الوزير. هناك مطلب شعبي على مستوى سوريا إلغاء الامتحان الوطني على أن يبقى فقط لمن يرغب بالتسجيل بالدراسات العليا كفحص معياري للقبول بالدراسات العليا. ما عدا ذلك هو مخالف للقانون. والتشريع الأخير الذي صدر من مجلس التعليم العالي هو تشريع خاطئ، وليس من حق مجلس التعليم العالي أن يعدل لائحة أو قانون. من يصدر هو الوحيد الذي يحق له أن يعدل.